عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم لا طاقة بالحامض اللي كتجي لذيذه بزاف. كريمه الحامض وكتجي اقتصاديه وسهله في التحضير، بطبيعه الحال ناجحه في 100%. تبعوها معايا مقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كنحتاج البسكوي. انا هنايا خديت البسكوي ديال هنريز ولا غولدون ولا اي بسكوي نوع اللي خديتي. انا استعملت هنايا ربعه الباكيات ديال هنريز ديال درهم. شديتهم طحنتهم في هاد الهاشوار. خديت 100 غرام ديال الزبده، ذوبتها ولات بحال الشكل ديال النوازيط، يعني ذهبات، ما بقاش اللون ديالها الطبيعي. صافي هنا بعد ما ذوبتها خلط هاد الهنريس مع الزبده. غنحاول نعجنها، نخلطها بحال هكا ونعجنها بيديا حتى تمجج ليا مزيان. غناخذ هنا واحد اللاطه، واحد المول اللي هو عنده العلو والجناب قصير واحد شويه وكيتهز، يعني كيتحيد من بلاصتو. غلفت هاد المول بالسلوفان صافي. ودابا كنوزع هاد البسكوي على الحواف الجناب وعلى المول كامل. تقريبا المول فيه واحد 23 سنتيم حتى ل 25. صافي هنايا غنحاول نضغط بيديا حتى نشدو مزيان، تشد الديكور اللي بغيت انا، وغادي نديرو في الثلاجه ولا في المجمد لمده تقريبا واحد الساعه في المجمد ولا ساعتين في الثلاجه. هنا احتاجيت 100 غرام ديال الزبده و100 غرام ديال النيدو، كاس ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الحامض ديال العسل الحامض، وقشور ديال الحامضه. صافي هنا خديت النيدو درتو في مولينكس، ضفت عليه السكر سنيده حتى هي 100 غرام ديال السكر سنيده. خديت نص كاس ديال الماء طيب، يكون طيب غليان من طيب مزيان، نضيفو عليه ونديرو في المولينكس ونبقى نطحن. دابا كنضيف الزبده بالتدريج ونبقى نخدمها في المولينكس، مره نوقف نعاود نكمل باش تطلع لي الكريمه. صافي نبقى نطحن بحال هكا بمولينكس حتى كتبان لي الكريمه غدا وكتقال. انا كنشوفوا الزبده كنزيدها بشويه بشويه، الزبده بحراره المطبخ، يعني ما تكونش دايبه وما تكونش في الثلاجه، يعني كتخليها على برا حتى كتولي مرخيه. هنايا الكريمه كتشوفوا راه باقا شويه خفيفه. صافي هنايا ضفت العصير ديال الحامض، راه كنت ضفتو من قبل من الزبده. دابا غنبقى نطحن مزيان، ها هو ضفت العصير ديال الحامض، ها هو. صافي نبقى نطحن مزيان حتى تبان ليا الكريمه غدا وكتقصاح. ضفت عليها قشور ديال الحامضه. كما لاحظتوا الكريمه صافي جاهزه، جات هائله، ما نقولش لكم عليها كيفاش دايره. صافي هنايا غادي نديرها نسكبها على المول ديالي كان فيه بسكوي راه شد فراسو مزيان. صافي غادي ندير عليها الكريمه كما شفتوا كتجي كريميه بحال اش غنقول لكم، المذاق ديالها لذيذه بزاف. ضروري تجربوها باش تشوفوا كيفاش غادي تجيكم. داك النيدو والسكر سنيده والما طيب درتو يعني بديل للنيسلي، حيت نيسلي كيطلع شويه غالي في الثمن. درت بلاصتو نيدو. اللي عندك نيدو على حساب العبار تحتاجي 2 ساشيات ديال النيدو، هما اللي غيعطوك في العبار ديال هاد العبار اللي عطيتك انا. 2 ساشيات ديال النيدو اللي غادي تستهلكي. وهذا هو الشكل النهائي لا طاقت اللي زينتها من الفوق بطرونج ديال السيترون. جات لذيذه بزاف والشكل ديالها زوين. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا معايا في القناه لاول مره، شاهد القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.